افضل واكثر 10 مسلسلات رمضانية مستنينهم في 2023. لو عايز تعرف ايه هما كمل معانا، بس لما تكمل لازم تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا. ونبدأ مع مسلسل سوق الكانتو، مسلسل من بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين والجوكر فتحي أبو وهاب. والمسلسل بتدور أحداثه في سوق الكانتو سنة 1920. واللي ما يعرفش سوق الكانتو فهو كان أكبر سوق في اسكندرية للملابس المستعملة والملابس المستوردة. وأمير كرارة هيعمل دور بائع سريح، والبائع ده يكون شخصيته شخصية رمادية، يعني شخصيته بتمزج ما بين القسوة وفي نفس الوقت جدع وشهم. وفي كلام كتير ان المسلسل هيبدأ بخناقة كبيرة في السوق هيتصاب فيها أمير كرارة وهيتنقل للمستشفى بسبب إصاباته. المسلسل من إخراج حسين المنباوي ومن تأليف هاني سرحان. وبعد كده نخش على المرتبة التانية، والمسلسل ده منتظر بشكل رهيب بسبب نجاحه في 2021، عشان كده اتعمل له جزء تاني السنة دي وهو مسلسل رمضان كريم. مسلسل رمضان كريم من بطولة الفنان سيد رجب والفنان بيومي فؤاد والفنان محمد لطفي. والمسلسل أحداثه هتكون مكملة للموسم اللي فات، وهيتكلم عن الحارة الشعبية والأحوال والمواقف اللي بتحصل فيها. بس للأسف مش هيكون معانا بعض الممثلين الأساسيين في المسلسل زي روبي وريهام عبد الغفور، بس دي مش مشكلة قوي لأن هما هيحطوا شخصيات جديدة في المسلسل وهيكون القصة أكتر، بس الأحداث تكون مكملة. والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز ومن تأليف أحمد عبد الله. كده نخش على المسلسل الثالث وهو مسلسل الأجهر. ومعنى كلمة الأجهر ديت معناها الواحد اللي بيشوف أكتر من الناس العادية، لأنه عنده وعي وذكاء كفاية إن هو يبقى الناس كلها مكشوفة قدام عينه. والمسلسل من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب وناهد السباعي وعمرو عبد الجليل. والمسلسل فيه كلام كتير بيقولوا ان هو يتصور في اكتر من دولة، وكمان ان هو تكون احداثه مليانة بالدراما والاكشن. والمسلسل من اخراج ياسر سامي وتأليف احمد فوزي. وبعد كده نخش على المسلسل الرابع وهو هيكون مسلسل العمدة من بطولة الفنان الكبير محمد رمضان. وهيشاركوا في البطولة 4 سيدات هما مي كساب وايمان العاصي وزينة ومنى فضالي، وهيكون معاه كمان الفنان احمد داش. واحداث المسلسل هتكون عن جعفر العمدة وزوجاته وابنه اللي هيتوفى لاسباب ما، وهيكون السبب في ان جعفر يخبي على عيلته السر دوت لمدة 20 سنة. والاحداث كلها هتكون رومانسية بين جعفر وعايدة والاحداث الدرامية العادية اللي بنشوفها في معظم المسلسلات. المسلسل من تأليف واخراج المخرج محمد سامي. في المركز الخامس معانا مسلسل الكبير قوي اللي هو اكثر مشاهدة في 2022، وهيجيلنا السنة دي بجزءه السابع. والمسلسل من بطولة الفنان الكبير احمد مكي والفنانة رحمة احمد والفنان محمد سلام والفنان بيومي فؤاد. وهتدور احداث المسلسل في المزاريطة زي ما انتوا عارفين. وفي كلام كتير ان القصص اللي هيناقشوها السنة دي هتكون افضل من السنة اللي فاتت. والمسلسل من اخراج احمد الجندي ومن تأليف مصطفى خضر ومحمد عز الدين. وبعد كده عندنا مسلسل ضرب نار من بطولة الزوجين السعداء ياسمين عبد العزيز والفنان محمد العوضي. وهيشاركهم في البطولة السنة دي الفنان ماجد المصري. والمسلسل بيتكلم عن جابر ومهرة. جابر بيضطر ان هو يروح من سوهاج للقاهرة كل شوية بسبب شغله، وفي الفترة دي بيقابل مهرة اللي شغالة في مصنع للعبايات. وهتكون احداث المسلسل ما بين درامية وبين رومانسية. والمسلسل من اخراج مصطفى فكري ومن تأليف ناصر عبد الرحمن. كده عندنا مسلسل المداح الجزء الثالث وهيكون تحت عنوان أسرة عشق. والمسلسل من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي. والمسلسل هيكون مكمل لاحداث الجزء الثاني بعد ما حمادة هلال قدر يحرق كتب الجن ويطرد مليكة. والمسلسل من اخراج احمد سمير فرج وتأليف امير جمال. بعد كده نخش على المتألق احمد امين اللي هيكون ليه بطولة السنة دي لمسلسل اسمه الصفارة. والمسلسل هيكون من بطولة احمد امين ومحمد رضوان وطه الدسوقي ومحمود البزاوي. والمسلسل هيتكلم عن واحد اسمه فؤاد، وفؤاد هيكون مرشد سياحي، وفي حاجة هتخليه يسرق صفارة اثرية او فرعونية، فالصفارة دي كل ما يستخدمها بيرجع للماضي، ودوت هيسبب له مواقف كوميدية كتيرة. والمسلسل من اخراج علاء اسماعيل ومن تأليف احمد امين. وبعد كده معانا المسلسل اللي بمجرد نزول البوستر بتاعه بس اتسبب في ضجة كبيرة،
وهو مسلسل تحت الوصاية من بطولة الفنانة منى زكي ونسرين أمين وأحمد خالد صالح. والمسلسل بتدور أحداثه حوالين منى زكي اللي هي تكون سيدة بتخالف عادات التقاليد، وده بسبب إنها شغالة على مركب صيد بتورد السمك للمطاعم والتجار، وده بيسبب لها مشاكل مع اهلها ومع الناس. والمسلسل من اخراج محمد شاكر خضر ومن تأليف خالد دياب. وبعد كده عندنا مسلسل رشيد من بطولة الفنان محمد ممدوح وريان عبد الغفور. واحداث المسلسل بتدور حوالين رشيد، واحد شغال في شركة وراجل بسيط جدا وبيحب واحدة ونفسه يتقدم لها، بس فجأة بيتهموه بقتل صاحب الشركة، وده بيؤدي ان هو يخش السجن، ده غير خيانة صحابه ليه. فشخصيته بتتغير 180 درجة في السجن وبيتحول لواحد مهموش حاجة غير الانتقام من كل اللي عملوه فيه. والمسلسل من اخراج مي ممدوح ومن تأليف وسام صبري. بكده نكون خلصنا المسلسلات الاكثر انتظارا في رمضان 2023. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك، وبعد كده تابعني لان انا هتكلم على كل مسلسلات رمضان هتيجي في رمضان 23. واشكرك انك وصلت لحد هنا. مع السلامة.